قصة سبأ ونبأ. شنو قصة سبأ ونبأ اللي راها ترند في العالم العربي؟ اليوم قصتنا من الجزائر، أبطالها جوج خواتات، ولكن البطل الحقيقي لهذه القصة هو الحسد والغيرة. سبأ بنت شقراء زوينة عندها ملامح جميلة عكس أختها نبأ، كانت سمراء وملامحها عادية. في طفولة الأختين كانت علاقتهم قوية بزاف، ولكن ملي كبروا الأمور تغيرات. سبأ تفوقات على نبأ في كل شيء، في الجمال، في الدراسة والشخصية وفي حضورها وعلاقاتها. هنا بدات الغيرة كتاكل في نبأ، بدات كتحس بالحسد والكره وكتحس براسها أقل من خوتها. ومع مرور الزمن الخبث ديالها خلاها تفكر تآذي ختها، وخدات قرار باش تمشي عند عمتها وتسحر لختها، وفعلا داكشي اللي دارت. ولأنه عمتها كتفهم في أمور الشعوذة دارت ليها سحر يدمر صحتها. سبأ في هذه الفترة تقدم لها عريس من برات البلاد، خطبها وتزوجوا، ولكن بعد الزواج بدات صحتها كتراجع بشكل كارثي. ضعفت جسديا، كتبقى غير ناعسة، بدات كتشوف حوايج غراب. البنت حياتها تقلبات فوق لتحت، واللي دمرها اكثر وفاة الاب ديالها بسبب سكتة قلبية. الزوج ديالها قرر انه يجيب لها راقي، وهذا الراقي دهن سبأ بزيت وقال ليها ملي تشوفي شي حاجة قولي ليا شنو بالك. وهنا سبأ جاوباتو الرؤية ما كانش واضحة، ولكن حسيت بشي حاجة في قلبي مؤلمة. بعد مدة دارت عملية جراحية، ولكن أكيد غتسائلوا فين هي نبأ من هادشي كامل. نبأ في هاد الفترة بدات كتحس بتأنيب الضمير، ومشات عند عائلتها وقالت ليهم بلي هي السبب، وهي اللي دارت لختها السحر باش تدمر حياتها. وقالت ليهم بلي سبأ كانت عارفة، لأنه نهار كان عندها الراقي وسولها شنو شفتي ما قالتش الحقيقة، لأنه شافتني أنا وعمتي في الرؤية ديالها، ولكن من طيبة قلبها ما قدراتش تقول. وللأسف سبأ جاها ورم في الدماغ وصحتها تدهورت أكثر وأكثر حتى توفات رحمة الله عليها. للأسف بعض المرات الحسد والغيرة كتعمي البصيرة،